تعالى كده الخص لك اللي حصل في الاسبوع من يوم الاثنين 5 يناير حتى يوم الجمعه. فتحنا الاسبوع عند 4356 وادنى نقطه جبناها 4349، يعني معنى كده ان هو ارتكز وعمل قاع عند منطقه 4350. عمل قاع للجماعه اللي بتشوفني لاول مره. فيما يخص التحليل الفني، القاع هو منطقه سعريه بيقعد عندها السعر وبينطلق منها الى مناطق اعلى. ده اللي عمله الاسبوع ده عند ال 4350. وصلنا اعلى نقطه يوم الجمعه 4517 وقفلنا عند 4510. من حيث التحليل الفني اراجع معاك المستويات السعريه الاتيه. عندي 4550 منطقه مقاومه، في حال ان هو نجح في اختراقها هختبر منطقه 4600، وعندي منطقه ارتكاز 4500 ثم منطقه دعم 4475. هراقب المستويات دي يوم الاثنين. اما فيما يخص التوترات الجيوسياسيه، امريكا احكمت سيطرتها على النفط الفنزويلي ودلوقتي بدات تفكر في جرينلاند الدنماركيه كولايه امريكيه بسبب الامن القومي الامريكي، لانها ممر مائي مهم جدا. الدنمارك طبعا مش موافقه على اطماع ترامب، واحتمال ان هي تستعين بالاتحاد الاوروبي لوقف مطامع ترامب في جرينلاند الدنماركيه. هحدث على مدار الساعات القادمه.